مين قال ان احنا محتاجين فلوس كتير جدا ومنتجات كتير جدا ووقت طويل جدا عشان نقدر نعمل شعرنا كيرلي؟ انا النهارده عامله ستايلينج ببرودكت واحد وبطريقه بسيطه جدا. تعالوا اوريكم انا عملت كده ازاي واستخدمت ايه. احنا محتاجينه ليف ان حلو وايدينا. انا استخدمت تولا ليف ان مناسب للاطفال وللكبار، مناسب للاطفال من سن سنه، وده بيخليه ما فيهوش اي كيماويات خالص، بالعكس مليان حاجات كتير جدا مفيده، وبيساعد جدا في تسليك الشعر زي ما انتم شايفين. مهم جدا عشان يقلل الشعر اللي بيقع مننا ويحمينا من التقصير. انا غسل شعري بالشامبو والكونديشنر ومقسماه، وهاخد كميه مناسبه من الليف ان واوزعها على شعري بايدي، اتاكد ان هو داخل في كل حته في شعري، وبعد كده هبتدي اعمل سكرانش. الموضوع بسيط جدا ما فيهوش اي تعقيدات. كل اللي احنا محتاجينه ليف ان حلو يكون بيرطب وبيهولد كيرلز. الليف ان ده بيعمل كده جدا، هو فيه زبدة شيا وفيه كافيين وفيه زيوت كتير جدا جدا مفيدة، وفي زيوت من غير ما نشف الشعر. مشكلتي مع الليف ان اللي بيبقى فيه زيوت كتير ان هو بعد ما بينشف عادة بينشف الشعر، بس الليف ان ده ما بيعملش كده خالص، لا بينشف بقى ولا بيلزق ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. بالعكس شعري ملمسه حلو جدا. بنسيب بقى بعد كده شعرنا ينشف براحته او ننشفه بالديفيوزر زي ما احنا عايزين. زي ما انتم شايفين النتيجة حلوة جدا، شعري مترطب وديفايند وكمان في لمعة. جربوها هيعجبكم جدا جدا.